السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ طلاب تالتة ثانوي، طلاب تانية ثانوي بكالوريا. حصة النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى حصة الانترودكشن، وان شاء الله هتنزل لك على 3 اجزاء. الجزء الاول انا مش هنزل اجزاء كبيرة، انا هنزل اجزاء صغيرة. مش هنزل لك فيديو تتخض منه بعدد ساعات، انت لسه في الاول عندك تخاف عندك من الكلام ده. عدد ساعات صغيرة بس هنزلها لك متقطعة على كذا مرحلة، وانت تبص عندك على محتوى كل واحدة. بجانب ان كل حصة ان شاء الله سبحانه وتعالى هنزل عليها اسئلة عندنا على المنصة، على منصة نوار اكاديمي. هيبقى فيها امتحانات. انا شفت الحصة بتاعتك وعاوز اتأكد ان انا فهمت، فخش على شوية اسئلة وامتحنها. والله العظيم طبعا اللي هيجيب عندك ريكورد وارقام اعلى ناس هيجيبوا ارقام، هنعمل لهم هدايا في اخر عندك الحصه او في الحصص بتاعه الانترودكشن ان شاء الله سبحانه وتعالى. بس اعرف ان الكورس ده هو كورس هيأسسك لدراسه علم الفيزيكس، سواء بقى طالب بكالوريا زيرو فيزياء، طالب تالتة ثانوي اللي لسه واخد تانية ثانوي السنه اللي فاتت وانا هعتبرك زيرو فيزيكس. فالجزء بتاع الكورس بتاع الانترودكشن هو جزء هيفيد اي طالب ناوي يدرس فيزيكس. هنعمل ايه في كورس الانترودكشن ده؟ هنعرفك بمعنى ايه كلمة فيزيكس، ايه هو علم الفيزيكس اساسا، ونعرفك ان علم الفيزيكس ده بيعتمد على 3 حاجات معينة هندرسها لك كلها. الجزء الاولاني بتاع النهارده هنعتمد عندك على تفسير هو علم الفيزيكس، ونعرفك ازاي بتعمل كونفيرت من يونت ليونت، ونعرفك ايه هي حاجه اسمها اليونت والبريفكس بتاعت اليونت اللي معتمد على علم الفيزيكس كله، من اول تانية لغايه تالتة لغايه الجامعه كلها ان شاء الله سبحانه وتعالى. واي حد اساسا بيدرس فيزيكس اي جي عاوز يدرس يسمع الكلام ده كله يتفضل. ده اساسيات اللي انت هتدرسها كل العلم ده في اي مرحله فيزيكس في حياتك. ده الجزء الاول. الجزء الثاني هيكون بنتكلم فيه عن الجرافز وعن علاقات الدايركتور والانفرسل والسلوبات بتاعتنا. الجزء الثالث بيناقش جزء في خباثه الفيزيكس، اللي هي لما يقول لك لما دي يزيد للدبل ده يحصل له ايه، ده لما يقل نص ده يحصل له ايه. وكمان اعلمكم خباثه الكلمات الفيزيائيه اللي بتيجي جوه الاسئله، اللي في طلبه بتاخد بالها منها فبتجيب درجات، وطلبه ما بتاخدش بالها منها فبتاخد عندك على قفاها. نبتدي بقى عندك كورس التأسيس بتاعنا. هنبدأ الأول عندك بالكورس بتاعنا ايه معنى كلمة فيزيكس، وهيكون مشارك معانا ان شاء الله في هذا الكورس عندك عالمنا وهو مصورنا الكبير جدا استاذ عندك باسل. ده عندك هتعرفوا ده بيعمل ايه، ده بيعمل عندك بص هيشقلب لكم الفيزياء، هيحركها لكم قدامكم ان شاء الله سبحانه وتعالى. اولا يا شباب، علم الفيزيكس هو ايه عموما؟ علم الكلمة ديت يا استاذي معناها ايه؟ فيزيكس هو ساينس اللي بيدرس كل الفينومينا، كل الظواهر الطبيعيه الموجوده في حياتنا. مش بس كده، يعني بيدرسها يعمل لها ايه؟ يعمل لها اكسبلانيشن ويديها قانون ويشوف اذا كان القانون ده بينفع يتطبق ولا لا. يعني ايه يا مستر الكلام الجعاليس اللي انت قلته دوت؟ علم الفيزيكس بيدرس كل الظواهر الطبيعيه، زي مثلا ظاهره الطيران دي، ومنها بصينا عندك على ظاهرة طيران الطيور ثم تطورت إلى عندك الطيارات والصواريخ عندك والسفن الفضائية، ثم ذهبنا عندك إلى علم الكهربية وعلم حركة الإلكترونز والكلام ده كله، فبعد كده اتطورنا وبس اللي عندك طبعا هيدينا هنا الكهرباء وهيديك طيارة ويروق عندك عليك. ثم قمنا بدراسة علم الحرارة، مسكت حاجة سخنة كيفية انتقال الحرارة من جسم إلى آخر، والحرارة هو علم تولد عندك، ورحنا عندك لعلم الثلاجات، وبعد كده خدنا عندك على المواتير. كل ده كنا بنتكلم في علم الحرارة الهيت. ثم دخلنا في علم الساوند والويفز واللايت والريفليكشن والريفراكشن، وده علم اسمها ظواهر طبيعية. وتطوير هذا العلم ادى عندك بابتكارات لغايه ما رحنا للخلايا الضوئيه والكلام ده كله. ثم دخلنا عندك في علم المagnetism والمغناطيسيه وظواهر عندك لما الناس عندك جوه القشره الارضيه اكتشفوا عندك بعض المعادن ولقوا انها بتنجذب اليها عندك معادن، ومعادن تانية ما بتنجذبش ناحيتها، الاتراكشن والريبالجن. ده علم المagnetism ده.
ده ظواهر طبيعيه تم تفسيرها. وظهور علم المagnetism دوت ادى عندك لطفره علميه في مجالات كتيره جدا في العلم، منها مثلا مجالات الاشعه، ومجالات عندك الاشعه الرنينيه والكلام ده كله، اشعه بالرنين، كل ده علم المغناطيسيه عندك، اني اخش عندك جوه مخك واقدر اشوف عندك بس باشعه، اعرف اشوف الجسم الداخلي بتاعك وشكل المخ بتاعك وشكل الورم والكلام ده كله الخبيث لا قدر الله. ده علم المغناطيسيه. ثم تطور العلم الى علم عندك بنسميها علم المودرن فيزيكس او الكوانتم فيزيكس. وصلنا لاشعه الاكس راي، ووصلنا من خلاله عندك الى دراسه النيوكليس او العلم النووي، ومنها تطور الى القنبله النوويه والدراسات الاشعاعيه اللي بتدرس برضه في الامراض او في المجال الكهربي وعلم الليزر. كل ده يا فندم تطورات علم الفيزيكس بتاعتنا. طيب هو احنا عشان ندرس الفيزيكس عموما محتاجين شويه necessary physical quantities، كميات فيزيائيه معينه. ايه الحاجات المهمه في دراسه علم الفيزيكس؟ محتاج حاجه اسمها physical quantity، كميه فيزيائيه، ومحتاج حاجه اسمها يونت، ومحتاج حاجه اسمها تولز او measuring instrument. يعني ايه physical quantity؟ كلمه حلوه قوي دي، بدايه عندك دراسه علم الفيزياء. الفيزيكال كوانتيتي تقسم بطريقتين. في كميات فيزيائيه، يعني مثلا انا هقول لكم على حاجه كده عشان الكلمه دي ما تبقاش مجعلصه عندك عليكم. انت رايح المدرسه بتاعتك فبتاخد السكول كوانتيتيز، بتاخد الشنطه، بتاخد القلم، بتاخد الكراسه، بتاخد الموبايل، ما بيعت سكول كوانتيتيز بيمنعوها حضرتك بره حضرتك يا فندم. تاخد عندك اللانش بوكس، فكل ده يا فندم اسمها السكول كوانتيتيز. او الفيزيكال كوانتيتيز اللي هي الحاجات اللي بتدرس علم الفيزياء. ايه الادوات اتسلح بايه وانا داخل فيزياء؟ قال لي بص، فيزيكال كوانتيتي بنقسمها نوعين. في نوع اسمه سكيلر اند فيكتور كوانتيتيز. تقول لي يس انا درستها وعارفها دي يا حماده، ده انا فيزيائي قديم. السكيلر كوانتيتي هي الكميات الفيزيائيه اللي بيكون لها ماجنتيود ولا يوجد لها دايركشن، زي الديستانس والسبيد. سبيد سرعه العربيه. لما اقول كلمه سبيد يعني انا بهتم بالماجنتيود فقط. ديستانس ماجنتيود فقط. ماس ماجنتيود بس. يعني ايه ماجنتيود اللي انت عمال تقولها؟ فاليو، قيمه. يعني عمرك رحت عند بتاع الخضار بتقول له اديني 3 كيلو طماطم على اليمين، اديني 3 كيلو طماطم على الشمال؟ لا، دول اديني 3 كيلو طماطم بس، ماجنتيود بس، ما فيهاش اتجاهات يمين وشمال، ما فيش. فدي اسمها سكيلر كوانتيتيز. اما في كميات فيزيائيه تانية بيكون محتاجه ماجنتيود ودايركشن، دي اسمها فيكتور كوانتيتيز، محتاجه قيمه واتجاه. زي مثلا مصطلح اسمه ديسبيسمنت، اللي هندرسه بالتفصيل في ثانيه ثانوي، وحضرتك طالب ثالثه ثانوي طبعا درسه عموما. ومصطلح اسمه طبعا ديسبيسمنت مش والتايم بقى، ديسبيسمنت وفيلوسيتي. انا اسف، مش والتايم، وفيلوسيتي. بس اجي اقول لك انا سافرت بالعربيه بتاعتي بفيلوسيتي 120 كيلومتر بر اور. ايوه حضرتك كنت مسافر فين؟ فانا محتاج ماجنتيود ودايركشن. اما السبيد، my car speed is 120 كيلومتر بر اور. حضرتك لما اقول لك سبيد كاني بقول لك والنبي ما تسالنيش عن اتجاهي، لكن لما اقول لك فيلوسيتي بقول لك انا هدي لك ماجنتيود وهقول لك كمان انا كنت رايح فين واديك دايركشن كمان. فالفيلوسيتي هي كميه فيزيائيه بتحتاج ماجنتيود ودايركشن فهي فيكتور. اما الحاجه اللي بتحتاج ماجنتيود بس سكيلر. والتايم برضو يا جماعه سكيلر. يعني عمرك لقيت حد بيقول لك الساعه دلوقتي 9 وربع في اتجاه الشمال الشرقي؟ انا هزر، ما فيش الكلام ده خالص. طيب اذا الكميات الفيزيائيه الفيزيكال كوانتيتي ليها تصنيفه، يا سكيلر يا فيكتور. تعال اقول لك على التصنيفه الثانيه الاقوى جدا. تصنيفه ثانيه يا اما بيزك او درايفد فيزيكال كوانتيتي. الفيزياء بتدرس كده يا فندم، فيزياء اصول الفيزياء. بيزك يعني حاجات ملهاش قانون، كميات فيزيائيه ملهاش قانون، احنا اخترعناها عشان نعمل بيها قوانين، اخترعناها عشان نعمل بيها قوانين، زي اللينث، زي الماس، زي التايم. باشا دول ما لهمش قانون. دول يا باشا كل واحد ليهم حدوته وليه قصه وليه كده عندك يعني معلومه
فجاه اكتشفناها عشان نعمل بيها شغل، اللينث والماس والتايم. لينث ماس تايم دول مالهمش قانون، دول احنا اخترعناهم. كل واحد من دول كان ليه قصه اختراع. ممكن تبقى تفتح جوجل تقول ايه قصه اختراع اللينس، ايه قصه اختراع الماس، ايه قصه اختراع التايم. طب انتوا اخترعتهم ليه بقى؟ عشان في كميات فيزيائيه تانية في منهج الفيزيكس اسمها درايفد فيزيكال كوانتيتيز. صليت على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الدرايفد فيزيكال كوانتيتيز هي كميات فيزيائيه ليها قانون، وقانونها بيتعمل من عند البيزك. اي حاجه قانونها بيتعمل من عند الثلاثه دولت يبقوا اسمهم درايفد. زي مثلا فيلوسيتي، دي درايفد ولا بيزك؟ قال دي ليها قانون عباره عن ديسبيسمنت اوفر تايم. قاعد يقول لي بس الديسبيسمنت مش دول ولا حماده. حماده لا، روق معايا حماده بقى. اللينس يندرج تحتيه، يعني ندخل جواه كده ديستنس، ما دي مسافه. ديسبيسمنت. طب ما ريديوس شغال برضه، دايمتر شغال، هايت، thickness، circumference، perimeter. ما كل دول يا باشا عباره عن لينث. كل دول بيزك يا حماده، بيزك. طيب الديسبيسمنت بيزك والتايم بيزك. قال لك لو انت خدت اي كميات فيزيائيه عملت قانون. عارف يعني ايه عملت قانون؟ عارف يعني ايه كلمه لو في الفيزياء؟ لو في الفيزياء يعني تمسك حاجتين تطقشهم في بعض، يعني تعمل لهم برودكت تايمز، او تمسك حاجتين تعملهم ديفايدد على بعض. هو ده القانون بتاعنا، مش بلس وماينس يا حماده. لو انت خدت كميه بيزك ديفايدد كميه بيزك تديك حاجه اسمها درايفد. لو خدت كميه بيزك مالتبلاي كميه بيزك برضه تديك درايف. ايه اكسلريشن دي يا مستر؟ اكسلريشن انت في الاعداديه يا حماده. اكسلريشن مقدار السرعه التسايديه، السرعه بتاعتك بتزيد ولا بتقل؟ دي عباره عن فيلوسيتي على تايم. طب الفيلوسيتي عباره عن ديسبيسمنت على تايم. بقى عندك تحت كده 2 تايم، مش مشكله. الديسبيسمنت بيزك والتايم بيزك. طب بيزك وبيزك يدوك ايه؟ درايفد يا حماده. طب اقول لك على حاجه بقى، الفورس ماس في اكسلريشن. لو انا فكيتها لك، الماس والاكسلريشن عباره عن ديسبيسمنت على التايم سكوير، والتايم سكوير يعني تايم في تايم. طب تعالى نحلل الموقف. الماس بيزك، الديسبيسمنت بيزك، تايم بيزك، تايم بيزك، شويه بيزكات عملتهم تايمز وديفايدد ادوني حاجه اسمها ايه؟ درايفد فيزيكال كوانتيتيز. من الاخر اي حاجه غير الثلاثه دول. هو في حاجه رابعه كمان يعني عشان ممكن اضيفها لك كمان، اسمها كوانتيتي اوف تشارج. بس بص مش مشكله دلوقتي، احنا بنتعلم فيزياء بس كده عندك على اللطيف يعني كده دلوقتي. اي حاجه غير الثلاثه دول هنقول عليهم درايفد. اي حاجه ليها قانون بيتعمل من الثلاثه دول يبقى درايفد. الثلاثه دول ما لهمش قانون يبقى يتقال عليهم ايه؟ بيزك فيزيكال كوانتيتي. تعال اقول لك حاجه بقى، معلومات لحضرتك. هو انا لو خدت بيزك زائد بيزك، حاجه بيزك زائد حاجه بيزك، تديني ايه؟ لا انت عملت بلس، لا ده بيدي بيزك. طب ولو عملت له ماينس؟ بقول لك البلس والماينس مش قانون. يعني قلت 20 متر ماينس 15 متر، ما تديك حاجه بالمتر برضه، ما تجيبش حاجه جديده. صح ولا لا؟ درايف دي يعني طلع لك حاجه جديده، يعني لينس اوفر تايم بقت متر على الثانيه، ده حاجه جديده جدا اسمها فيلوسيتي. لكن حاجه بيزك زائد حاجه بيزك، حاجه بيزك ماينس حاجه بيزك بتديك بيزك برضه. طيب بس خلي بالك برضه، انا ما اقدرش اعمل حاجتين بيزك بلس اللي لو كانوا من نفس النوع. يعني ما ينفعش اقول مثلا 20 متر زائد 20 سكند. ينفع يا اختي؟ ينفع يا اخويا الكلام ده؟ ينفع المتر بيتجمع على الثانيه؟ لو ينفع يبقى قول لي بقى اسيب في العلم بتاع الفيزياء ده كله. فلو انا هعمل بيزك وبيزك ماينس بعض، البيزك اللي هو اللينس والماس والتايم، لازم اجيب 2 بيزك من نفس النوع. متر مع متر اعمل لهم بلس او ماينس، سكند مع سكند، كيلوجرام مع كيلوجرام، ماس مع ماس. يعني ماس وماس اعمل لهم تايم او اعمل سوري بلس او ماينس فيدوني حاجه بيزك برضه. لكن انت عارف بقى عشان تعمل كميه فيزيائيه اسمها درايفد انت محتاج تعمل تايم او ديفايدد. قالك التايم والديفايدد مش شرط يكونوا من نفس النوع، عادي.
ممكن اجيب بيزك وبيزك بانواع مختلفه. زي ما انا قلت لك من شويه، هاخد ماس واضربها في اكسلريشن اللي هي ديستانس على تايم سكوير. ما كل دول بيزك. هل ادوني برضو هل الناتج طلع ماس؟ هل الناتج طلع ديستانس؟ هل الناتج طلع تايم؟ لا، ده الناتج كان طلع حاجه اسمها فورس، كميه فيزيائيه مختلفه خالص. فبيقول لك ايه؟ لما تاخد حاجه بيزك في حاجه بيزك، مش انا لسه قايل لكم ان درايفد بيتعمل من البيزك؟ طب والقانون بيتعمل ازاي؟ عن طريق التايم او الديفايدد. طب سؤال بقى، انا لو هعمل ديفايدد او هعمل تايمز لازم يكونوا من نفس النوع؟ لا، ده بالعكس، انا عاوزهم انواع مختلفه او من نفس النوع برضو، ما تفرقش. يعني بيزك ملتبلاي بيزك، بيزك ديفايدد بيزك، بيديني حاجه اسمها درايفد فيزيكال كوانتيتي. الاثنين بيزك دول ممكن يكونوا من نفس النوع وممكن يكونوا انواع مختلفه. اما لو انا خدت بيزك بلس بيزك ده ما اسموش قانون. والبيزك بلس بيزك لا يمكن يتجمع الا لو كانوا من نفس النوع. لا يمكن اجمع متر على ثانيه ولا سكند على كيلوجرام ولا اي حاجه من دول. شويه حاجات فيزيائيه تكون عارفها في علم الفيزيكس. طيب بص بقى كده معايا، انا دلوقتي بديك اساسيات. الفيزياء هو العلم الذي يفسر جميع الظواهر الطبيعيه، وعشان استخدم علم الفيزياء عشان ادرسه محتاج 3 حاجات: physical quantity، unit، tools. تهيألي انا كل ده بشرح في الفيزيكال كوانتيتي اللي هي متقسمه يا سكيلر يا فيكتور وبيزك ودرايفد. طب بص كده معايا شويه كده معلومات كده مهمه عاوز اقول لك عليها. شويه معلومات مهمه عن الدرايفد فيزيكال كوانتيتيز. اي حاجه ليها قانون تبقى درايفد. فاتكلم الاول عن الاريا. انت عارف ان الاريا ده عباره عن لينث ملتبلاي لينث. على فكره ده بيزك ملتبلاي بيزك والاثنين من نفس النوع، بس بيدينا حاجه اسمها اريا. لينث ملتبلاي لينث ده بيدي اريا. ومفيش حد في علم الفيزيكس بقى تانية تالتة جامعه ما يعرفش الاشكال الهندسيه وقوانينها. هفكركم بيها. لو انا بتكلم عن الاريا بتاعه السكوير، فيبقى القانون بتاعها ال باور 2 ريكتانجل، يبقى لينث باي ويدث. لو انا بتكلم عن اريا السيركل باي ار سكوير. ولثانيه واحده بقى، فين اللينث ملتبلاي لينث؟ شايف راديوس؟ الراديوس انا لسه قلت قايل لك من شويه ده لينث. طب راديوس سكوير يعني راديوس ملتبلاي راديوس، يعني لينث ملتبلاي لينث. يبقى كام لينث دول؟ 2 باي ار سكوير. ذس از يونت. او ده كده قانون يطلع اريا، انك خدت 2 لينث ضربتهم في بعض. طب حتى التريانجل هاف بيز ملتبلاي هايت. ايه البيز ده؟ لينث، والهايت ده لينث. لينث ملتبلاي لينث صديقي وعزيزاتي الطالبه، ده هيديك يا حماده ايه؟ هيديك اريا. طيب يبقى الاريا بتاعت الاشكال الهندسيه عرفنا، بتاعت السكوير والريكتانجل والسيركل والتريانجل، وعارف انتوا ناس شطوره وعارفاهم. طب افرض يا عم بقى بكلمك عن الفوليوم. مثلا انا بتكلم عن فوليوم الكيوب. اولا الفوليوم هو عباره بقى عن لينث ملتبلاي لينث ملتبلاي لينث، 3 اطوال. بيزك في بيزك في بيزك، فيديك حاجه درايفد اسمها فوليوم. طب الفوليوم بقى يا مستر نوار، الكيوب الفوليوم بتاعه ايه؟ سايد باي 3، سايد باي سايد باي سايد، يعني سايد باور 3. ايه اللي باور 3؟ الفوليوم هو السايد باور 3. طيب الكيوبويد هو 3 سايدز مش قد بعض، فواحد بنسميه لينث، وسايد بنسميه ويدث، وسايد بنسميه هايت. يبقى ادي لينث، وده الويدث، وده الهايت. فانا باخد الثلاثه بضربهم في بعض. بس من الاخر بغض النظر عن المسميات، this is basic multiply basic multiply basic length by length by length، ففي الاخر اداني فوليوم. طب الفوليوم بتاع مثلا السفير 4 over 3 by r cubic. r cubic length في length في length r cubic. طب انا بتكلم عن الفوليوم بتاع السلندر. فوليوم السلندر بناخد الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير ملتبلاي الهايت باي ار سكوير.
كده 2 لينس، ملتبلاي الهايت كده اللينس التالت، يبقى باي ار سكوير ملتبلاي اتش كده 3 لينس. طب لو انت او انتي شاطره، تعالوا اختبار. عم نوار عاوز يختبرنا اختبار صغنطوطي. اللينث اليونت المشهوره بتاعته ايه؟ اللينث بيتقاس بيونت ايه؟ هتقول لي ملي، سنتي. لا، اليونت الستاندرد اهو، انا هعلمكم دلوقتي الكلام ده. اليونت الستاندرد العالميه متر. حلو حلو. اليونت الستاندرد العالميه اسمها ايه؟ متر. اي متر، بنرمز لها بالرمز صغنطوطي كده، ام صغيره. متر بتتكتب ام صغنطوطه بس، ام صغيره كده متر، بدل ما نكتب متر كده. لك يا عم خد اول حرف منها بس واكتبه متر. حلو. طيب الاريا تبقى اليونت بتاعتها ايه تفتكروا؟ هي الاريا لينس ولا 2 لينس؟ 2 لينس. متر ملتبلاي متر تبقى متر سكوير، مش اكس باي اكس تدي اكس سكوير. يبقى متر في متر، يبقى اليونت بتاعت الاريا متر سكوير. طب يلا كده بس، انا عاوز شطاره وعاوز تسقيفه جامده هنا يا مستر باسل كده بعد اذنك للي هيقولها. تفتكروا الفوليوم اليونت بتاعتها ايه؟ لينس باي لينس باي لينس، يعني متر باي متر باي متر. تبقى متر ولا متر سكوير ولا كيوبيك متر؟ اكيد عيال شاطره برافو. تسقيفه تسقيفه، انا ما سمعتش بس حسيت. كيوبيك متر، برافو عليك. متر باور 3 لانها متر في متر في متر. برافو عليك شطار. وعد الاشكال الهندسيه يا مستر نوار. طب بقول لكم ايه؟ الفوليوم بيزك ولا درايف؟ ايه؟ ما بيزك في بيزك، مش بيزك، مش قانون ده ولا مش قانون ده، مش ده له ده. اي حاجه فيها تايم يبقى درايفت. الفوليوم درايفت والاريا درايفت. مالك تنحت ليه؟ طب تعالى بقى، لو انا كلمتكم عن البريمتر صديقي العزيز، البريمتر او السيركمفرنس ده ايه؟ بريمتر السكوير ايه؟ سايد باي 4. ايه رايك ده؟ قانون اهو يا مستر، ما انت قلت 4 باي وانا عبيطه. 4 باي ال عملت تايم اهو ولا ما عملتش تايم؟ عملت تايم اهو، يبقى ده درايفت. يا عبيط يا عبيط. انا قلت لك بيزك في بيزك. اولا ده رقم ملتبلاي بيزك، فين البيزك فيه؟ هو بيزك واحد بس. انت حتى ما ضربتوش، ما قلتش بيز ال في ال، انت بتقول 4 ال، يعني رقم 4 ملتبلاي ال، صح؟ ده بيزك. ده لينس عادي. ده لينس، يعني البريمتر والسيركمفرنس دول بيزك، بيتقاس بالميتر عادي. ده لينث من ضمن مسميات اللينث. طب حد عارف البريمتر بتاع ريكتانجل ايه؟ وريني بقى، عندك اختبارات في سنه 6 ابتدائي ديت ولا 4 ابتدائي. بريمتر الريكتانجل ايه؟ لينث بلس ويتس. باخد اللينس ده بلس الويتس ده زائد اللينس ده زائد الويتس ده. طب ما تاخد لينسايه زائد ويتسايه والناتج اضربه في 2. ما انت عملت قانون اهو. استنى بس، هو بيزك بلس بيزك بتدي قانون؟ لا، بيزك بلس بيزك بتديك بيزك برضه، صح ولا لا؟ مالتبلاي 2. ال2 ده مش فيزيكال كوانتيتي، ده رقم نمبر، والرقم مش كميه فيزيائيه. الرقم اسمه نوميريكال فاليو في الفيزياء. اسمه ايه؟ نوميريكال فاليو. طب مين شطور بقى يقول لي السيركمفرنس بتاع السيركل؟ باي ار سكوير يا خيبانه. باي ار سكوير دي اسمها اريا. باي ار سكوير اي سجلي شلال اهو. باي ار سكوير دي اريا، دايما بتلخبطوا فيها. لكن السيركمفرنس 2 باي ار. 2 باي، ال2 ده نمبر والباي نمبر والار ده الفيزيكال كوانتيتي البيزك اللينس الوحيد اللي عندنا. كل دول بيزك يا حماده. القوانين دي كلها مستر ذاكروها ديت يا اولاد. كل القوانين دي مذاكره، تتذاكر، تحفظ زي اساميكم. حياتكم الفيزيائيه اللي جايه عليكم ما انا بعرفكم بيها واحده واحده. نيجي بقى، اتعرفنا على الفيزيكال كوانتيتي وخلصناها فضل ونعمه من ربنا. قلت لك الفيزياء محتاجه 3 حاجات. الحاجه الاولانيه فيزيكال كوانتيتي، الحاجه الثانيه اليونت، الحاجه الثالثه الانسترومنت او التولز. خلصنا عندك الجزء الاولاني الفيزيكال كوانتيتي. يلا بينا نخش عندك على الجزء الخاص باليونت. يلا بينا نخش بقى عندك على فقره اليونت، ودي تاني حاجه في الكميات الفيزيائيه اللي احنا محتاجينها. احنا قلنا محتاجين 3 حاجات: الفيزيكال كوانتيتي، اليونت، الانسترومنت. بالله عليكم ما تقلقوش. الفيزيكس ماهيش ماده حفظ، هي ماده فهم.
والانترودكشن ديت مش كلام على الفاضي، كلام عشان يأسسك كويس جدا جدا في كل التفاصيل اللي هتحتاجوها. فأرجوك بص عليها وفهم من غير قلق، من غير ان انا هفضل احفظهم ولا اي حاجه خالص. خد الموضوع بشكل ممتع، اتعلم العلم ده كويس، اتعلمه وافهمه كويس، وما تخافوش وما تخافيش، والله هتلاقي الدنيا بتاعته زي الفل تماما. طب لما نيجي نتكلم على اليونتس، فاحنا هنتكلم عن حاجه اللي اسمها الستاندرد يونت. ستاندرد يونت دي اليونت العالميه اسمها ستاندرد انترناشونال يونت، دي اختصار اس اي يونت، اللي اتفقوا عليها جميع الدول. قالوا اللينث هنقيسه بيونت اسمه متر، وقالوا ان التايم هنقيسه بيونت اسمها سكند. وعلى فكره برضو يعني عشان تكونوا عارفين، السكند بنديه رمز اس بس، زي ما المتر بيديها رمز ام، السكند بيديه رمز اس، فنكتب سكند كده. الماس بيتقاس بالكيلو جرام، وعشان كلمه كيلو جرام كلمتين، فخدوا اول حرف من كلمه كيلو كي، واول حرف من كلمه جرام جي، كيلو جرام، فادوها رمز كي جي. قالوا دي الثلاثه يونت اللي موجوده في الدنيا. وعاوز اقول لك ان اللينث يندرج تحتيه كلام كتير قوي برضو تاني. عم منور قال لنا اللينث زي الديستانس، الديسبيسمنت، السيركمفرنس، بريمتر، الهايت، ديبث، راديوس، دايمتر، ثيكنس، ويدث. مش كل حاجه، اي حاجه ليها طول ده تندرج تحت كلمه لينث وبتتقاس بالمتر. وعم منور لسه قايل لك ان الاريا 2 لينث مضروبين في بعض تبقى متر سكوير، والفوليوم 3 لينث تايمز ايتش اذر فتبقى متر باور 3. تعالى اكلمك على شويه معلومات على اليونت جامد قوي، بس هقول لك على حاجه خد بالك منها، شويه حاجات كده قبل ما اكمل معاك. انتوا عارفين يا جماعه لما تقول 1 اوفر اكس تقول لي دخل ده باليونت؟ لا، دي شويه اساسيات صغنططه كده عشان تساعدني كمان شويه. انت عارف ان 1 اوفر اكس لما اطلع الاكس فوق كأن الاكس دي باور 1، فلما تطلع فوق تبقى باور اكس باور نيجاتيف 1. طب انت عارف ان 1 اوفر اكس باور 2 ان اي حاجه في الديمونيتور لما تطلع في النومينيتور الباور بتاعها لو بوزيتيف لما يطلع فوق الباور بتاعها يبقى بالنيجاتيف. طب لو كان الباور تحت بالنيجاتيف لما يطلع فوق يبقى الباور بتاعها بالبوزيتيف. حركه كده عاوزك تعرفها. طب انت عارف ان 100 بتتكتب اختصارا بطريقه اسمها الباور اوف 10، 10 باور 2، 10 باور 2 معناها 100، يعني ال 100 صفرين فبتتكتب باور 10، 10 باور 2 دي معناها 100. يعني 1000 تتكتب ازاي؟ 10 باور 3. طيب 10000 تبقى 10 باور 4. طب انت عارف بقى ان 1 على 100 كأنك بالتصوير البطيء بتعملها 1 على 10 باور 2، فلما تطلع فوق دي في الدومينيتور زي الاكس باور 2 لما تطلع فوق تبقى اكس باور نيجاتيف 2، 10 باور 2 في الدومينيتور تطلع فوق تبقى 10 باور نيجاتيف 2. طب ده تقول لي 1 على 10 باور 1000 هي ليه طلعت 10 باور نيجاتيف 3؟ عشان 1 على 1000 كأنها 1 على 10 باور 3، فلما تطلع فوق تبقى 10 باور نيجاتيف 3. شوية أساسيات. ليه بقى؟ هقول لك بقى. بصراحة لو أنا اتكلمت على أول يونت من اليونت اللي احنا خدناها النهاردة، الميتر، اللي احنا بنديها سيمبل صغنطوطي قوي اسمه ام. الميتر بيتحط جنبيه ألفاظ تانية، حاجة اسمها البريفكس. بريفكس هي بنسميها المقطع الأول من الكلمة، والبريفكس دولت تعالى أكلمك عنهم شوية. زي حاجة اسمها سنتي، ملي، مايكرو، نانو، بيكو، فيمتو، دولت اسمهم بريفكس. والبريفكس هو المقطع الأول من الكلمة. يعني مثلا لو تلاقيني كاتب كده السنتي دي كلمة كبيرة نديها رمز سي، ملي نديها رمز ام، مايكرو بنديها العلامة دي حرف لاتيني بيتنطق ميو، نانو نونا حرف لاتيني او رمز ان صغيرة، بيكو تاخد رمز بي، فيمتو اف. ايه دول يا مستر؟ دول عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اجزاء. يعني بالراحة كده، كلمة سنتي يعني جزء بارت من 100. يعني ايه؟ يعني كأنك مسكت حاجة وقسمتها 100 حتة،
كل حته من ال100 دي الجزء من ال100 اسمه سنتي. طب لما انا امسك الميتر واقسمه 100 حته، تخيل ده المتر وقسمته 100 حته، الحته الواحده اسمها ايه؟ جزء من المتر. طب جزء من المتر اقول بقى ايه؟ سنتيمتر. يعني ايه؟ جزء من ال100 من المتر، 1/100 اسمها سنتي. طب لما ال100 دي، الجزء من ال100 دي هو جزء من المتر، بقول ايه؟ سنتيمتر. مش واصله لك؟ طب بص، جبت منى وقطعتها 100 حته، ما تقوليش اشمعنى منى؟ منى غلبانه. تخيل قطعتها 100 حته، كل حته اسمها ايه؟ سنتي. طب والسنتي دي حته من منى صح؟ طب انا عاوز اقولها بقى تبقى اسمها ايه؟ سنتي منى. سنتي منى يعني جزء من ال100 من منى. تخيل ان انت لو السبوره دي قطعتها 100 حته يبقى الحته اسمها ايه؟ سنتي سبوره. والله. طيب جزء من 100 بتتكتب كده 1 على 10 باور 2، تاخد رقم تبقى كام؟ 10 باور نيجاتيف 2. يبقى يا جماعه السنتي ده حرف او كلمه لاتينيه معناها رقم، جزء من 100. طب لما انا اكون متهور قوي واقسمها 1000 حته، اقسمها 1000 حته، جزء من ال1000 اسمه ملي. الملي ده يعني جزء من 1000، ده جزء من 100. طب والملي جزء من 1000. لما تاخد الحاجه وتقطعيها 1000 حته يبقى كل حته تسميها ايه؟ ملي. طب لو المتر هو اللي قسمته 1000 حته يبقى جزء من ال1000 اسمه مليمتر. لو منى قطعتها 1000 حته يبقى الجزء من منى اسمه ايه؟ ملي منى. لو سبوره قطعتها 1000 حته يبقى الجزء الصغنطوط قوي من السبوره ده الجزء من ال1000 اسمه ايه؟ ملي سبوره حماده. طب 1 part of 1000، 1 على 1000 قلنا تتكتب 1 over 10 باور 3 يعني 10 باور نيجاتيف 3. طب والمايكرو بنفس الطريقه بقى، بس قطعت حتت اصغر اصغر اصغر، جزء من مليون، part of million، 1 من مليون. معقول يا جماعه افضل اكتب كده 6 زيروز؟ لا، حته. يعني انت مسكت المتر وقطعت مليون حته، بس اسمه مايكرو، كل حته اسمها مايكرو. منى قطعتها مليون حته، الحته من منى اسمها مايكرو، والمايكرو ده اسمه مايكرو منى. يعني منى متقطعه كده مليون حته بس، والحته منها اسمها مايكرو. مايكرو من مين؟ حبيبتنا منى، مايكرو منى. بيتكتب كده 1 على 10 باور 6 يطلع فوق يبقى 10 باور نيجاتيف 6. طب لو قطعتها حته نونه قوي، نونه، نانو. النانو ده يعني قطعتها مليار حته. يا جماعه الموضوع بقى دموي قوي، دموي قوي. طب المليار واحد قدامه 9 اصفار، 9 زيروز، يبقى 10 باور 9. ده اسمه بيك، والله يخليكم اسمه يا جماعه سوري، نانو. نانو اسف، دي نونه، نانو 10 باور 9 اللي تطلع فوق 10 باور نيجاتيف 9. طب لو قطعتها، معلش يا جماعه، 1000 مليار مره، 1000 مليار يعني مليار 10 باور 9 صح؟ حط لها 3 اصفار كمان، اسمها بيكو الله يخليكم. ده ايه ده؟ لسه دي هتبقى حاجه صغيره قوي. ده البيكو ده حاجه صغننه جدا، مش في حاجه اسمها اتوم يا جماعه، مش في حاجات صغننه قوي بتتقاس بالبيكو وبالنانو، حاجات صغننه صغنونه خالص. فالبيكو ده جزء من 1000 اوف بليون. 1000 بليون، البليون 9 زيروز و1000 3 زيروز، طب 3 و9 يبقوا كام؟ 12. يبقى جزء من 10 باور 12 اللي هو 10 باور نيجاتيف 12 اللي انا طلعتها فوق. في حاجه صغيره جدا 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 وهي يونت ووحده اكتشفها عندك، بريفكسايه صغيره قوي، شافها عندك العالم احمد زويل. احمد زويل يا جماعه، احمد زويل يا جدعان، العالم المصري الجليل، سماها جزء اسمه فيمتو. ده عمل ايه بقى؟ 10 باور 15، مسك حاجه وقطعها. 15 دي يبقى عامله ازاي بقى مستر؟ يعني شفتوا ديت 1000 كده، دي زود 3 اصفار كمان، يعني مليون مليار حته اسمها فيمتو. مليون 10 باور 6، مليار 10 باور 9، يطلعوا 15.
دي اسمها فهمته. لما تاخدي جزء من مليون المليار حته اسمها فهمته. ودي بتبقى 10 باور نيجاتيف 15. ايوه يا مستر، يعني هو ده ايه الحاجه اللي احنا بننزل نقطعها؟ اي حاجه بنقطعها. اذا كنا احنا قطعنا من شويه، قطعناها 100 حته و1000 حته. لما تقطعها 100 حته بقى اسمها سنتي. 1000 لما تقطعها 1000 حته بقى الحته اسمها ملي. مليون حته بقى اسمها مايكرو. مليار حته بقى اسمها نانو نونا. 1000 مليار حته اسمها بيكو الله يخليكم. طب مليون مليار حته بقى اسمها فهمتوا اللي هي 10 باور 15. طب دولت يا مستر بستخدمه ازاي في الكونفرت؟ اول حاجه اتعرفنا على هذه البريفكس: السنتي، الملي، المايكرو. سنتي اصغر منها على طول ملي، اصغر من ملي مايكرو، اصغر من مايكرو نانو، اصغر من نانو بيكو الله يخليكم، بعدين اصغر منها عندك على طول تبقى فهمتوا. خدوا بالكم هنا يا جماعه، 10 باور 2 بعدين بتساوي 3 زيروز، 10 باور 3، 3 0 10 باور 6، 3 0 10 باور 9، 3 0 10 باور 10 باور 12، 3 0 10 باور 15. تقريبا كانوا بيحبوا رقم 3 بيزودوا بالثلاثات كده، بينقصوا بالثلاثات. تطلع فوق 10 باور نيجاتيف 2، 10 باور نيجاتيف 3، 10 باور 6. اول ما اشوف 10 باور نيجاتيف 2 ده انت سنتي، انت ملي، انت مايكرو، انت نون، انت بيكو، انت هنا ايه؟ فهمتوا. ده رمز اف. يعني فهمتوا معناها كده 10 باور 15، معناها رقم 10 باور 15، جزء من 10 باور 15 كده. ايوه بقى، يعني دي البدايه يا اولاد، بفهمكم المعنى. طب ما فيش حاجه كبيره يا مستر، انتوا بتقطعوا بس. لما يكون معاك 1000 جنيه، عارف لما يجي حد ياخد مرتب يا بلال يقول له ايه انت بتقبض كام؟ يقول له بقبض 5 كي. ايه كده 5 كيلو؟ تقبض 5 كيلو؟ انت قديم ولا ايه؟ انت مش فاهم يعني ايه كيلو؟ كيلو يعني 1000. كيلو يعني 1000. واحد بيقبض 5 كيلو جنيه، يعني بيوزنوا فلوس ما شاء الله، بيوزنوا فلوس على الميزان. انت اللي في بالك ان الكيلو دي كلمه بتاعت ماس. كيلو جرام هي اللي معناها ماس. كيلو بس ده اسمه البريفكس، المقطع الاول من اليونت. وكيلو فقط معناها 1000. كتب 10 باور 3 1000 قدامها 3 اصفار. طب انا عاوز اقول انا معايا 2 مليون، انا معايا 2 ميجا. ميجا يعني مليون. معاك 3 مليون تقول معايا 3 ميجا. الشاطر يفهم. ميجا يعني مليون، 10 باور 6. طب افرض معاك مليار تقول ايه؟ معايا جيجا. بنقولها في الهارد ده لما تيجي تذكر يقول انا معايا هارد مثلا 600 جيجا. عارف يعني 600 جيجا؟ يعني 600 مليون 600 مليار حاجه اسمها بايت. ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش هارد كده؟ مفيش بالتيرا؟ طيب 500 جيجا. بيقول لك الهارد 500 جيجا. عارف يعني ايه 500 جيجا؟ طيب يعني 500 مليار بايت. ايه البايت ده؟ ما هو الحاجه اللي بنخزن فيها المعلومات في الهارد اسمها بايت. دي زي الدرج اللي بتحط فيه المعلومه اسمه بايت. تخيلوا يا جماعه، انت لما يكون معاك بايتات كتيره قوي يعني عندك اماكن تخزين كتيره جدا جدا. طيب يعني الجيجا معناها مليار، الميجا معناها ميجا مليون 10 باور 6، والكيلو معناها 1000. طب في حاجه اكبر من الجيجا؟ تيرا بقى اسمها 1000 جيجا. 1000 جيجا يعني 1000 مليار، يعني ايه؟ 10 باور 12. شفت الفيزياء؟ يا خبر يا حماده، يا خبر. يعني كل حاجه طلعت ليها رقم. يس، في بريفكس صغننه وفي بريفكس كبيره. دي البريفكس الكبيره واللي فاتت دي اسمها البريفكس الصغننه. سنتي والملي والمايكرو والنانو والبيكو والفيمتو. البريفكس الكبيره الكيلو والميجا والجيجا والتيرا. الارقام دي يا مستر تحفظها زي اسمك. طب انا بقى بعمل كونفرت ازاي؟ اقول لك، اسمع مني بقى. انت بتعمل من بريفكس يونت لبريفكس نفس اليونت. يعني ايه؟ بص، انا لما اجي بعمل كونفرت، هل ينفع اعمل كونفرت من كيلو جرام لسنتيمتر؟ لا، عشان ده فيزيكال كوانتيتي غير ديت. ده ماس وده لينز. انا لما اجي اعمل كونفرت لازم اكون بعمل كونفرت بريفكس يونت لبريفكس نفس اليونت.
سنتي مثلا اقصد ايه؟ مثلا اعمل كونفرت من كيلو جرام لجرام، من ماس لماس، سنتيمتر لمتر، ده لينس وده لينس. لازم من نفس البيزك كوانتيتي لنفس البيزك كوانتيتي الثانيه، من نفس الفيزيكال كوانتيتي لنفس الفيزيكال كوانتيتي الثانيه. طيب اسمعني بقى، طريقه الكونفرت ازاي بقى؟ اقول لك، هديك اكزامبل الاول واشرح لك عليه. ازاي اعمل كونفرت من 5 سنتيمتر بتساوي كام مليمتر؟ الطريقه، باخد النمبر ملتبلاي بريفكس الجيفن يونت، هي دي اليونت. سنتيمتر، المتر دي يونت، اما السنتي ده اسمه البريفكس. سنتي احنا خدناه يعني 10 باور نيجاتيف 2 صح؟ تاخد النمبر وتعمل ملتبلاي بريفكس الجيفن يونت ديفايدد بريفكس النيدد يونت. انت عاوز تجيب الملي، طب الملي البريفكس بتاعها كام؟ 10 باور نيجاتيف 3، يبقى ياخد 5 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 3، تعملها على الكالكوليتر. اوكي. طب تاني يا مستر، طب افرض 5 ملم سكوير، ازاي احولها لمليمتر سكوير؟ خلي بالك لما يكون اليونت عليها سكوير يبقى دي بتاعت اريا، لينس بلينس، ينفع اقول 5 سنتيمتر سكوير. ازاي احمل لها كونفرت المليمتر؟ دي سنتيمتر سكوير، دي اريا. لو حد عبيط قال لك ازاي تعمل لها كونفرت للمليمتر، ده عبيط. قول لي ليه بقى؟ عشان دي فيزيكال كوانتيتي ودي فيزيكال كوانتيتي مختلفه. ما ينفعش اعمل كونفرت من اريا للينس، لازم من اريا لاريا. يعني حاجه بسكوير لحاجه بسكوير، حاجه من غير سكوير لحاجه من غير سكوير، لازم كده. متر سكوير زيها برضو. طيب الكونفرتايه، هاخد النمبر ملتبلاي بريفكس الجيفن يونت 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد بريفكس النيدد يونت ملي 10 باور نيجاتيف 3. هنا وقعنا انا وانت في غلطه، لان احنا مش بنعمل بريفكس للينث، احنا بناخد بريفكس اريا، والاريا عليها باور 2، فلازم كمان البريفكس يتعمل عليه باور 2، وهنا برضو البريفكس ده يتعمل عليه باور 2. يعني لو كانت اليونت مفيش عليها باور 2، البريفكس يتحط من غير باور 2. طب لو كان البريفكس محطوط جنب يونت عليها باور 2، يبقى كمان البريفكس يتحط عليه باور 2. طب افرض يا مستر ان انا بعمل كونفرت من مثلا 5 سنتيمتر كيوبيك، عاوز اعملها كونفرت بيونت اسمها مليمتر كيوبيك. خلي بالك لما تكون اليونت عليها كيوبيك يبقى دي بقت فوليوم، من فوليوم لفوليوم شغال. طب ازاي اعمل الكونفرت؟ يلا مين شاطر يقول لي؟ 5 10 بريفكس الجيفن، البريفكس بتاع الجيفن سنتي، ديفايدد بريفكس النيدد ملي 10 باور نيجاتيف 3. ايه الغلطه اللي واقعين فيها؟ هو البريفكس محطوط جنب يونت عاديه ولا يونت عليها باور 3؟ يبقى كمان البريفكس يتعمل عليه هنا باور 3 وهنا كمان يتعمل باور 3. تيجي نعمل تيست معاكم كده ونشوف انت فهمت ولا لا. يلا بينا. ممكن بس تحطوا كل اليونت، كل ارقام البريفكس قدامكم، الجدولين اللي عملناهم بتاع البريفكس الصغيره والكبيره حطوها قدامكم، وتعالى نعمل تيست على الكلام اللي هقوله ده. معايا يا بلال؟ يلا بينا. 5 مايكرومتر بتساوي كام نانومتر؟ يبقى انا عاوز اعمل كونفرت من المايكرو للنانو صح؟ هاخد ال 5 ملتبلاي 8 ديفايدد ايه؟ يلا بريفكس الجيفن يونت مايكرو، المايكرو تبقى ايه؟ 10 باور نيجاتيف 6 ديفايدد بريفكس النيدد نانو نونا 10 باور نيجاتيف كام؟ 9. وعلى الكالكوليتر هتطلعها لنا. ماشي؟ طب واحده كمان ها؟ 6 جيجا متر بتساوي كام تيرا متر؟ يلا بينا وريني الشغل. ها فين الكلام يا بلال؟ يلا معايا. 6 جيجا متر بتساوي كام تيرا متر؟ شوف بلال شغال ولا ايه معانا. 6 الجيجا كان اقول 10 باور نيجاتيف 9، الجيجا دي كبيره.
الجيجا دي المليار يا اولاد. برافو يا استاذ بلال، برافو. 10 باور 9 على التيرا. التيرا ايه بقى يا اولاد؟ 10 باور 12. برافو. طب بص تيجي نعمل الحركه دي بقى. 6. بص الحركه نعملها دي حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه خالص. 6 ملي سكند. ايه ده؟ سكند ملي جزء من 1000 جزء من الثانيه. 6 ملي سكند بتساوي كام ميجا سكند؟ ها وريني بقى. من ملي لميجا. ها يلا. 6 ملتبلاي، وريني الشغل. بريفكس الملي، بريفكس اللي معايا على البريفكس اللي عاوزه، بريفكس اللي معايا على البريفكس اللي عاوزه. اللي معايا ملي كام؟ اللي عاوزه ميجا. ميجا ايه؟ 10 باور 6. ابواب بلال ده شغال وايه، حافظ تقريبا القوانين كلها ما شاء الله، مش عارف انه وقعه ولا حاجه. طيب ماشي، شكله بيدرس فيزياء من ورانا ده ولا ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ودي طريقه يا اولاد الكونفرت من يونت ليونت. اختبرك بقى احنا مثلا في الاسئله، على فكره نروق عليك في الاسئله عشان نشوف عندك شطارتك في الكلام. ماشي كده عملنا بعض الكونفرت، بس فيها معها شويه كونفرت شهيره قوي اسمها سبيشال كونفرت. في عندنا بقى سبيشال كونفرت خطيره قوي. مثلا لو انا هعمل كونفرت فروم طن تو كيلو جرام. الطن فيه 1000 كيلو ملتبلاي 1000 10 باور 3. تمشي زي واحنا صغيرين نكتب واحد قدامها 3 زيروز كده. يا لهوي، ده انت عارف تبقى طفل خنيق انك تعمل كده. طفل انت لسه بتكتب لسه كده، لسه بنكتب كده عبيط. جبت باور 3. طب انا راجع بقى. ديفايدد 10 باور 3. لسه انت لسه بتعمل كده؟ ده الناس اتطورت خالص. ما ديفايدد 10 باور 3 كانك بتعملي كده. طب ما ال 10 باور 3 دي لو طلعناها فوق تبقى كام؟ 10 باور 3 بنعملها كده. ملتبلاي 10 باور 3. يعني لو انا عملتها، يعني تقصد يا نوار لو انا عملتها ديفايدد 10 باور 3 هبقى غلطانه؟ بس مش هتطور. شكلك قدام جمهورك بقى ما لسه ما بقتش فيزيائي بقى كده، حاول تكبر تبقى فيزيائي. الناس تشوفك كده وانت بتعمل حساباتك على الكمبيوتر وبتكتبها حتى. اوه احنا جايين ندلع العيال، جايين نشوف نوريهم شغل الفيزياء. طب في حاجه كبيره جدا برضه، الكونفرتايه من متر كيوب لليتر. انت عارفين ان المتر كيوبيك فيه 1000 لتر؟ اه والله. 1 متر كيوبيك فيه 1000 لتر. يا حماده ده كلام كبير قوي. امال ايه؟ فالمتر كيوبيك تضربه في 1000 يديك كام لتر؟ 1 متر كيوبيك فيه 1000 لتر، 2 متر كيوبيك فيها 2000 لتر. طب وانا راجع عرفتوها؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. شطار. طب تعالوا بقى الكونفرتايه ديت الدي فيه كام يوم؟ الدي اسف فيه كام ساعه؟ لو انا عاوز اعمل كونفرت فروم داي تو سكند اعملها ازاي؟ اخد الدي اضربه في 24 اطلع كام اور. اور تبقى اتش. طب الاور اخليها فيها كام منت؟ تاخد الاور تضربها في 6 تبقى كده بالمنت. طب المنت للسكند اضرب في 60 تبقى بالسكند. يعني انا عاوز اعمل كونفرت مثلا من 3 دايز فيها كام ثانيه؟ تاخد ال 3 في 24 في 60 في 60 تديك كام ثانيه. امال ايه؟ هو ده الشغل بتاع الفيزياء. كده يبقى انا اتكلمتك على الكونفرتات كلها، بس حبيت اقول لك بس على حاجه برضو كده عندك في عملياتك الحسابيه. بص لما تعملي اكس باور ان اول باور ام، عارف باور الباور بنعمل فيه ايه؟ بنعملهم تايمز. باور الباور بيتعملوا تايمز. يعني يا مستر يعني ايه؟ يعني مثلا وانا بقول اكس باور 2 اول باور 2 يبقى دي اكس باور 4. طب اكس باور 3 اول باور 2 باور الباور بنعملهم تايمز يبقى 3 ملتبلاي 2 تبقى اكس باور 6. يعني شفتوني انا بعمل الكونفرتايه دي من شويه، بس عاوز اقول لكم فايدتها ايه. مثلا 5 سنتيمتر سكوير فيها كام مليمتر سكوير؟ هاخد ال5 واضرب في بريفكس الجيفن سنتي 10 باور نيجاتيف 2 بس عشان اليونت عليها باور 2 اول باور 2. الملي 10 باور نيجاتيف 3 اول باور 2. اجي هنا بقى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واحده واحده. باور الباور بيعملها تايم يبقى عامله ازاي؟ 5 في 10 باور نيجاتيف 4. باور الباور بنعملهم تايمز يبقى على 10 باور نيجاتيف 6. طب واعمل ايه بعد كده؟ اصبر هعلمكم حاجه. تعالوا
طب لما بنعمل y باور n ملتبلاي y باور m، اهم حاجه يكون البيز زي بعض. لما يكون البيز زي بعض نعمل باور وباور نعمل لهم اد. يبقى لما بنعمل باي باور وباور بنعمل لهم اد. زي مثلا y باور 2 ملتبلاي y باور 4 تساوي y باور كام؟ y باور 6. طب افرض بقى يا مستر ان انا بعمل لهم ديفايدد y باور n ديفايدد y باور m. الباور اللي فوق والباور اللي تحت تاخد الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، بس اهم حاجه يبقى البيز زي بعض واي وهنا واي، ما يكونش ده اكس وده واي. يعني لازم ده يكون واي باور ان وده واي باور ام، فدول اسمهم البيز زي بعض. ده واي باور ان ده واي باور ام، كده البيز زي بعض فالباور نجمعه. طب هنا الباور نعملهم ايه؟ نعملهم ماينس. مين ناقص مين؟ اللي فوق ناقص اللي تحت. طب هنا يلا مين شاطر؟ البيز هنا 10 البيز هنا 10، اللي فوق ناقص اللي تحت، اللي فوق ماينس اللي تحت. نيجاتيف 4 ماينس ماينس 6 تديكوا كام؟ نيجاتيف 4 ماينس ماينس 6 تبقى نيجاتيف 4 بلس 6 تديني باور 2. يعني الانسر يطلع في الآخر كام؟ 5 في 10 باور 2 كده من غير كالكوليتر. انا بعلمكم بس واحده واحده، بعلمك بس واحده واحده. طيب بص لي كده معايا هنا، يعني ادي واي باور 2 على واي باور 4، اعمل ايه؟ 2 ماينس 4 تديني نيجاتيف 2، صح؟ طيب بصوا يا شباب معايا، انا قلت لكم ان الكميات الفيزيائيه او عشان ادرس الفيزيكس فانا محتاج اعرف 3 مواضيع. محتاج اعرف ايه هي الفيزيكال كوانتيتي، محتاج اعرف ايه هي اليونت، محتاج اعرف ايه هي الميجرنج انسترومنت او التولز. والفيزيكال كوانتيتي قسمناها مرحلتين، سكيلر وفيكتور، بيزك ودرايفد. وعرفنا البيزك ملهاش قانون، درايفد ليها قانون وقانونها بيتعمل من عند البيزك. وعرفنا ان انا القانون لازم يبقى فيه تايم او ديفايدد. لو هتعمل بلس او ماينس لازم تاخد حاجه وحاجه من نفس النوع، نفس الفيزيكال كوانتيتي تجمعهم. بيزك زائد بيزك بيديك بيزك، بيزك ماينس بيزك بيدي لك بيزك. لكن بيزك ديفايدد بيزك او بيزك ملتبلاي بيزك بيدي درايفد. طيب بعدين عرفنا اليونت، وعرفنا في 3 يونت ستاندر في حياتنا، لينس وماس وتايم. وعرفنا ان اليونت ليها بريفكس. بريفكس دي اجزاء صغيره او حاجات كبيره، سنتي والاصغر منها ملي، اصغر مايكرو، اصغر نونه، نانو، بيكو الله يخليكم بعدين فهمتوا. اكبر كيلو، اكبر قوي ميجا، اكبر اكتر جيجا، اكبر اكتر تيرا. تمام؟ وعرفنا ازاي نعمل كونفيرت من يونت، من بريفكس يونت لبريفكس نفس اليونت. قلنا عن طريق قانون، ناخد الرقم بريفكس اللي معايا ديفايد بريفكس اللي انا محتاجه. وعرفنا شويه حسابات نقدر نعملها. تمام؟ لما يكون اي حاجتين الباور بنعمل لهم تايمز، حاجه باور ان في اي في واي باور ام بنعملهم بلس، لو بالديفايدد بناخد اللي فوق ناقص اللي تحت. اصدقائي الاعزاء، وصلنا للفيزيكال كوانتيتي الاخيره او النسيسري فيزيكال مينينج الاخيره، التولز مع الاجهزه اللي بنقيس بيها الفيزياء. الاجهزه اللي بتستخدم في علم الفيزيكس 3 انواع، سيمبل وديجيتال وانالوج. سيمبل هو زي رولر، زي بروتراكتور، اي حاجه مش ديجيتال او انالوج اسمها سيمبل. طب والديجيتال اللي هو ايه؟ اي حاجه ليها شاشه بتشبه ارقام من اسمها. ساعه رقميه، إيه بتشبه بطاريه وتديك نمبرز على سكرين، اسمها ديجيتال انسترومنت. امال ايه الانالوج دي؟ انالوج هو اي ديفايس بيكون فيه بوينتر بيتحرك. اي ديفايس فيه بوينتر بيتحرك بنسميه انالوج. انالوج يعني فيه بوينتر وبيتحرك اسمه انالوج. شاشه بتديك او جهاز بيديك ارقام على شاشه اسمه ديجيتال. لا هو انالوج ولا هو ديجيتال يبقى سيمبل. الريبون ميتر، شريط المتر، ده سيمبل. بروتراكتور سيمبل، رولر سيمبل ميجرنج انسترومنت. الى هنا اعزائي الطلاب تنتهي رحلتنا في اول
حصة تأسيسية في الكورس التأسيسي. النهاردة الجزء الأول عندنا. الجزء الثاني وهيكون جزء عن الجرافز وعن السلوب، ده يبقى الجزء الثاني بتاعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نشوف يوم الخميس إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يوفقكم ويسدد خطاكم. وطبعا زي ما قلنا هذه الحصة هي حصة عندك تأسيسية لطلاب ثالثة ثانوي ولطلاب تانية ثانوي البكالوريا. ربنا يا رب يوفقكم ويسدد خطاكم إن شاء الله، والسلام عليكم.